أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برين بايتس بودكاست. في حلقتنا النهاردة هنكمل مع بعض سلسلة العلم والخرافات. في مجتمعاتنا في حاجات بنسمعها من واحنا صغيرين وبنفضل نكررها من غير ما نسأل ليه. من ضمن الحاجات دي ما تدخليش على النفس وانت حائض، دي ممكن تتأذي. أو لو حد حلق شعره ما ينفعش يدخل على واحدة والدة، اللبن بيقف. هل الكلام ده وراه أساس علمي ولا مجرد خرافات؟ في حلقتنا النهاردة من برين بايتس بودكاست هنفتح الملف ده ونشوف مع بعض ايه الصح وايه اللي جاي من مجرد خوف وتقاليد ملوش اي اساس علمي او ديني. الخرافة المنتشرة بتقول ان الست الحائض لو دخلت على واحدة لسه والدة ممكن تشهرها او اللبن يقف. الفكرة دي موجودة في اكتر من ثقافة ودايما بيتم ربط الحيض بطاقة سلبية، لكن الحقيقة ان لا علم ولا دين بيقولوا كده. هرمونات الرضاعة ما بتتأثرش بالناس اللي حوالين الام. افراز اللبن بيعتمد على هرمون البرولاكتين لانتاج اللبن والاكسيتوسين علشان يخرجه. مفيش اي دليل ان وجود واحدة حائض بيأثر على مستوى الهرمونات بتاع الام او بيمنعها، والاثر النفسي ممكن يكون السبب الحقيقي للمشكلة دي، لان الام الجديدة بتكون في حالة حساسة جدا، واي توتر او خوف او قلق ممكن يقلل افراز الاكسيتوسين. فلو الام اتخضت او اتأثرت بكلام تقليدي زي ده ممكن فعلا يأثر فعليا على الرضاعة، وده اكيد مش بسبب الحيض، ده هيكون بسبب التوتر. ومن الناحية الدينية الإسلام ما فيهوش أي نص بيقول إن الحائض ما ينفعش تدخل على النفسة، ولا في أي تحذير من وجودها معاها، بالعكس كلهم ستات بيمروا بمراحل طبيعية من أجسادهم. ده غير الخرافة التانية اللي بتقول إن اللي حالق شعره ما ينفعش يدخل على نفسه لأن اللبن هيقف أو هيتسد والطفل هيتأذي. أصل الحكاية ده غالبا بيجي من معتقدات شعبية بتربط بين الشعر والطاقة، لكن اللي بيقولوا العلم غير كده. علميا مفيش اي علاقة بين حلق الشعر ووجود شخص حالق حوالين الام او تأثر لبن الام او البيبي بالموضوع ده. والناس بتحاول تفسر الحاجات اللي بتحصل حوالين الولادة، خصوصا لو حصل تأخير في نزول اللبن او مشاكل في الرضاعة، وبتربطها بحاجات ملهاش اي علاقة حقيقية بيها بس علشان يبقى عندها مبرر. الجسم بعد الولادة بيمر بتغيرات ضخمة جدا، والمجتمع اللي حوالين الام بيكون له تأثير قوي. مشاعر الام ودعمها النفسي والراحة والنوم كل دي عوامل حقيقية ومثبتة بتأثر على الرضاعة. فبدل ما نرمي اللوم على الحائض أو على حلق شعره، نبدأ نوجه اهتمامنا لدعم الأم نفسيا وجسديا. بس المشكلة مش بس إننا نصدق الخرافة، المشكلة إن خرافة زي دي ممكن تسبب قلق وتوتر حقيقي الأم لسه والدة. يعني لو واحدة لسه خارجة من ولادة صعبة وجسمها مرهق وهرموناتها مش متظبطة، وفجأة تلاقي اللي حواليها بيمنعوها من مقابلة أختها أو صاحبتها لمجرد إنها حائض، أو بيمنعوا جوزها أو أخوها من الدخول عليها لأنه حالق شعره، طبعا الكلام ده هيأثر فيها نفسيا جدا وهيخلي الأم تحس بالذنب والخوف، وفي بعض الحالات بيتسبب لها في اكتئاب ما بعد الولادة. اللي حوالينا مش دايما بيقصدوا الأذى، بس الجهل مؤذي جدا لما يتقدم لك في شكل نصيحة. يخلينا نصدق الخرافة مش دايما الجهل، ساعات بيكون الخوف وساعات بيكون العادة. لكن لما نختار نفهم ونرجع للعلم ونفصل بين الموروث والصح، بنكون بنبني مجتمع أذكى وأكتر رحمة. شجعوا كل أم حواليكم وافتكروا دايما إن جسمها أذكى بكتير من مجرد خرافات. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة من برين بايتس بودكاست. كنت معاكم آية عفيفي، وأشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة قريب. سلام.